السلام عليكم الملكات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بغيتي تغيري حياتك وما عرفتيش منين تبداي؟ كملي معايا الفيديو واشتركي في القناه باش يوصلوك الفيديوهات المجيين ان شاء الله، وشاركيه مع البنات باش نكملوا الرحله مع بعض مع اكبر عدد من الملكات، وكل شيء بفضل الله ان شاء الله. شكون فينا اللي ما باغيش يغير حياته للافضل؟ شكون منا اللي ما باغياش تعيش الجنه في الدنيا في الاخره؟ ولكن باش تغيري حياتك وتكوني في افضل حالاتك خاص يكون توازن في كل جوانب حياتك. تكون صحتك مزيانه، مهنيه في راسك، وناجحه في علاقاتك، عندك مدخول وعمل. اشنو هما هاد الجوانب او مجالات الحياه اللي خاص نقادهم باش تقاد حياتي؟ انا غنلخصهم لك في 4 ديال الجوانب. اول جانب واهم جانب واحسن جانب وارقى جانب هو الجانب الروحي، اللي هو علاقتك مع الله. هذه أهم وأول حاجة تبدأي بها. الراحة النفسية والطمأنينة كتجي من القرب من الله سبحانه وتعالى. صلاتك، الدعاء، الأذكار، لحظات خلوة مع الله. هذه لحظات الخلوة هي اللي غادي تكون إرشادك في هذه الحياة. بداي نهارك مع الله وبالدعاء وشوفي الفرق. والله وخا ما عرفت فين تكوني واصلة، إلا ما كانتش علاقتك مع الله مزيانة حتى حاجة ما غتكمل لك مزيان. شوفي فين انتي وفين باغا توصلي في الجانب الروحي، وبداي بخطوات أولية وبالتدريج كتزيدي، وربي كيرشدك وكيوريك الطريق درجة درجة. إلا ما كنتيش كتصلي بداي الصلاة، كنتي كتصلي بداي بالفجر، كتصلي لالا كل شيء في الوقت برافو عليك، بداي بقراءة القرآن، وهكا وانتي كتقربي أكثر فأكثر. المهم أننا نوصل للإيمان الحقيقي بالله اللي هو لا إله إلا الله. يعني ما نبغيو حتى شي حاجة أكثر من حبنا لله، ماشي غير بالفم. حنا كنآمنوا بها وكنقولوها، ولكن كنقولوها غير قولا غير بفمنا، ولكن فعلا ملي كنطيحوا في شي امتحان كنطيحوا في الفخ. الجانب الثاني واللي هو الجانب الشخصي، واللي هو علاقتك مع راسك. وملي كنقول علاقتك مع راسك راه فيها اهتماماتك الشخصيه، يعني القراءه، كيفاش تطوري من ذاتك، العنايه الشخصيه. ديما شوفي فين انتي وفين باغا توصلي وبداي. وفيها صحتك، وملي نقول صحتك راها الصحه النفسيه والجسديه. كيفاش كتعاملي مع راسك، اشنو كتقولي عليها، واش مهليه في راسك، واش كتعطي قيمه لراسك، واش كتعطي الاولويه لذاتك. تعلمي انك تهضري على راسك بطريقه زوينه، وما عمرك تطيحي من قيمتك وتشوفي راسك بدونيه او باحتقار. يكفي ان الله اللي خالقك وخالقك في احسن تقويم. ربي كرمك، علاش انتي ما تكرميش راسك؟ تعلمي ما تقولي على راسك غير الكلام الزوين. شجعي راسك وحفزي راسك واعطي قيمه لذاتك. راقبي افكارك وحاولي دائما تخلي تفكيرك ايجابي. وحتى اذا جات شي فكره كاع خايبه ما تضاربش معاها، قولي لها زيدي عاش بغيتي، مرحبا بك، فهمتك علاش جيتي، وصافي غير سيري في حالك، ساليت معاك يلا غير سيري. وحوليها الفكره زوينه تنفعك. شوفي فين انتي وبداي بخطوات لتحسين ذاتك وتعاملك مع راسك. الا كنتي كتقبلي غير اللي كان على راسك واللي جات مرحبا، لا، انا عزيزه عند الله وعزيزه عند راسي، نختار دائما الافضل من بين المتاح اللي كاين، حيت ماشي حاجه ما كايناش وباغاها وغنبدا نتعلق فين نتفلق. كل شيء كيجي بالتدريج، خطوه بخطوه نطلع النيفو. المهم راك غتفهمي كيفاش تعاملي مع راسك. ما تعامليش مع راسك باحتقار وما تظلميش نفسك. بالنسبه للجسد ديالك هنا عاوتاني غيجي حسن الاختيار. واش انت اختي مزباله غير اللي جات نخشيها في فمي؟ اختاري ماكلتك ودائما بالتدريج. الا كنتي غاصايقه في ماكلتك واللي جات مرحبا، ها السكر، ها المأكولات السريعه والساندويتشات وماكله ديال الزنقه والبيموات، بداي تنقصي من السكر بشويه بشويه. ما تحيديش بمره، يعني من خلال تجربتي انا ما تحيديش بمره دقه واحده، وبداي تحيدي هكا السقاطه وانت كتنقصي حاجه غير بشويه بشويه. كتحيدي حاجه غير صحيه وانت كتدخلي معاها حاجه صحيه. ودائما شوفي فين انت وفين باغا توصلي وبداي بالتدريج. ما ديريش فيها واعره وتحيدي كلشي في دقه واحده، غديري بحال غديري صدمه للجسم وغيرجع اكثر من الاول، غيرجع متعطش مهاوش. وفي نفس الشيء غديري في نعاسك وفي الحركه، يعني تحركي شويه، تواصلي مع الطبيعه. وهادشي غنتعمق فيه اكثر في فيديوهات اخرين، غير خليكم على القرص اللي جاي ان شاء الله يكون افضل واحلى ان شاء الله باذن الله. ندوزو دابا للجانب الاجتماعي واللي هو علاقتك مع الاخرين، راجلك، وليداتك، والديك، جيرانك، صحاباتك، الناس في الخدمه، المهم الناس المحيطين بك. الا كانت علاقاتك ماشي هي هذيك شوفي السبب. واش انت عصبيه، واش اندفاعيه، واش ما كتعرفيش تهضري، واش ما عندكش ثقه في راسك، واش ما كتعرفيش توضعي حدود، كيستغلوك.
ملي كتعرفي السبب راك كتعرفي النصف ديال الحل. وهكا ملي كتعرفي شنو السبب كتبداي تقلبي على الحل ديالو وتبداي تبحثي، تبداي تخدمي على راسك وتحسني علاقاتك مع المحيطين بك. وديري في بالك انه كل شيء انعكاس ليك، واي حاجه كتجي كتكون خير ليك وفيها رساله ليك باش تفيقك على واحد الجانب في حياتك خاصك تعالجيه. وهذا كيخليك تخرجي من داك دور الضحيه والانا ومسكينه وكيديروا ليا وكيفعلوا ليا، يعني كتعرفي بان ديك الحاجه اللي جاتك راه ماشي هو السبب، هو الاخر وانما انت، غير باش كتفيقي وكيكون غير رساله ليك باش تفيقي من القلبه وتعالجي المشكل اللي عندك. ندوزو دابا للجانب المادي واللي هو العمل والعاقه. انا جمعتهم نورمالمون كيقدروا يقولوا الجانب العملي بوحدو والجانب المالي بوحدو. انا كيبانوا لي بجوجهم ماديين، يعني جمعتهم في مجال واحد. المهم العمل، الا كنتي في دارك او بمعنى ربة بيت فما تقوليش انك ما خداماش، بالعكس هذاك اسمى وافضل واكبر عمل، حتى هو فن الا تقنتيه تنجحي فيه. ماشي كل ربة بيت ناجحة في عملها كأم او كربة بيت، انتي كتقومي بواحد الدور اللي هو كبير، خاص غير تغيري النية انك تنويه لوجه الله. راه العمل عباده، غير الله يسمح لينا حنا واخا كتجينا شي اوقات كنعياو وكيطلع لينا الدم وكنبداو نقروه عادي، راه حنا بشر، غير هو ما كنطولوش، ماشي ديما نغير كنهبطوا، ولكن الحمد لله كنعرفوا نطلعوا المورال وكنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الامور. وحتى الا ما كنعرفوش كنتعلموا مع الوقت، ملي كنتقصحوا وكنغرقوا كنبداو نقلبوا كيفاش نطلعوا. وهذا علاش درت هذا الفيديو، باش نعرفوا كيفاش نتغيروا للافضل ونبداو نقلبوا على حلول ونبداو نتسائلوا فين حنا وفين باغي نوصلوا. المهم قلنا العمل، كنتي ربة بيت هذاك راه عمل، كنتي بغيتي ديري مدخول ما باغاش تخرجي من دارك، عطا الله ما يدار، قلبي وبحثي وشوفي الشغف ديالك فين. كنتي خدامه والله ييسر امرك، شوفي كيفاش تطوري فيه، اشنو الهدف ديالك منه، اشنو الخطوه المواليه اللي تبغي توصلي ليها. وبالنسبه للمادي اللي هو العاقه، شوفي المدخول ديالك، الا كان مدخول من العمل كيفاش تسيري هذاك المدخول بناء على اهدافك. اولا مثلا المدخول ديالك 5000 5000 درهم وباغا تطوري داك المدخول، باغا تزيدي فيه، بغيتيه يولي 8000 درهم، غتقلبي مثلا على كيفاش تزودي من المداخل ديالك اولا المصادر الدخل ديالك، وبداي تحطي خطوات اوليه. اولا مثلا المبلغ ديالك لالا قادك وغير ما كتعرفيش تسيريه، تعلمي انك تحطي جدول تقسيم هذاك المبلغ، المصاريف اللي عندك اللي ملزمه مثلا تحطيهم، مصاريف اغراض شخصيه، مصاريف ممكن الاستغناء عليها، حطي فين كيمشيو فلوسك، ومن بعد كديري تقييم وكتبداي تستغناي على الحاجه اللي ممكن تستغناي عليها. وشوفي المبلغ اللي غادي يبقى ليك والمبلغ اللي غادي تقدري توفريه، تولي تبداي توفري منه، ولاش بغيتيه، لاش باغا توفريه، دائما حطي هدف لاش باغا هذاك المبلغ. واهم حاجه انك تشوفي النقطه اللي انت فيها والنقطه اللي باغا توصلي ليها، وبداي بخطوات اوليه وبالتدريج حتى توصلي فين بغيتي في اي حاجه. والله ييسر امر كل وحده فيكم، واللي بغات توصل لشي حاجه الله يفتح ليها بيبان الخير بكل سهوله وبكل يسر. وحتى لهنا غنخليكم في امان الله، ونلقاك في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنسايش دائما تهلاي في راسك وتهلاي في صحيحتك، وبلاتي ديري واحد لايك، راك ما غتخلص على حتى شي حاجه، وخلي شي تعليق واش كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات نستمر ولا غير نحبس هنا ونقلبها فلوقات.